بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا ومرحبا بكم. واحداث هذا اللقاء اللي بيجمع نادي عجمان النهارده مستقبل ومستضيف نادي بنياس في هذا المساء، مساء الحقيقه اخر يضاف الى ثاني ايام بطوله دوري الخليج العربي. هو اللقاء الاول اللي بيجمع الناديين الكبيرين، نادي عجمان وطبعا احد الانديه اللي هيتم اكتشافها من خلال احداث هذا المساء. مساء الحقيقه هو مساء نادي عجمان وسهرة نأمل إن شاء الله نستمتع بقى من خلال أحداث هذه المباراة. إن شاء الله نأمل إن نستمتع بماتش كبير. نادي عجمان النهارده مع أفضل مدرب الموسم الماضي الحقيقة بالأرقام المميزة جدا، المدرب عبد الوهاب عبد القادر لقيمته كمدرب الموسم الماضي. النهارده بيضع الحارس علي ربيع كحارس مرمى، 4 مدافعين، احمد ابراهيم 18 وعادل حمادي رقم 60، خلف اسماعيل رقم 6، عبيد خليفه رقم 3، 2 على دايره نص ملعب جاسم علي رقم 31، واللاعب سيمون رقم 10، محمد راشد 11، وليد احمد رقم 23 طرفين ملعب. وفي الامام يبقى اللاعب بورس كابي الهداف التاريخي بالنسبه للفريق البرتقالي، اللاعب اللي على الصوره لاعب بورس كابي، لاعب العاجي، لاعب من اللعيبه المهمه قوي كلاعيبه ذات امكانيات ممتازه. بينما على الصوره يظهر الحكم يعقوب قاسم الحمادي، حكم اللي هيدير اللقاء النهارده بمساعده مساعد اول احمد الشمسي، والمساعد الثاني هو علي النعيمي. بينما الحكم الرابع في هذا المساء هو احمد سالم خلفان، حكم رابع لقاء نادي عجمان امام فريق نادي بنياس. ان شاء الله نستمتع بماتش كبير. فرقتين على فكره احد صفاتهم وسماتهم اللعب المفتوح، ان دايما لعبهم الحقيقه الموسم الماضي كانوا من الفرق اللي ادت اداء كبير واداء ممتع الحقيقه الموسم الماضي، سواء فريق نادي بنياس او فريق نادي عجمان. عجمان على يسار اصدقائنا الكرام هنا في قناه ابو ظبي الرياضيه، وفريق نادي بنياس هيبدا على يمين الشاشه في انطلاقه اولى عن طريق اللاعب الخطير لويس فارينا، اللاعب القادم من النادي الراسينج وايضا لاعب نادي بنفيكا في السابق، اللاعب المهم الان في تشكيله فريق نادي بنياس ضمن الاسماء الجديده والتعاقدات الجديده اللي اتكلمنا عليها في مستهل هذا اللقاء. الحقيقه يامل من خلالها الفريق البنياسي انه يذهب بعيدا هذا العام. النهارده خلاص بتستكمل قيمه كل الانديه في اول مباراه. النهارده لقاء من اللقاءات المهمه الحقيقه بالنسبه للبدايه، نادي عجمان ونادي بنياس كلاهما وجها لوجه هنا في عجمان الحقيقه، وتواجد ايضا لنجوم نادي بنياس محسن هاشمي حارس مرمى، محمد فوزي عبد السلام عامر، محمد جابر يوسف جابر، 2 لعيبه ارتكاز، فواز عوانه عامر عبد الرحمن، حبوس صالح لويس فارينا، نواف مبارك قدام الاثنين دول. وموجود اللاعب كارلوس مينوز، اللاعب رقم 11 هو اللاعب الذي يصنع الامال في الثلث الامامي بالنسبه لفريق نادي بنياس. يضغط على طول اللاعب محمد فوزي، ترجع الكره ثاني لنادي عجمان. نادي عجمان على فكره بيلعب 4-4-2 كلاسيكيه خالصه تماما، يعني عبد الوهاب عبد القادر هو المدرب الكلاسيكي لاكثر من 28 عام، موجود مع الكره الاماراتيه، احد الخبراء الكبار الان في عالم التدريب والسنوات الطويله اللي قضاها هنا في دوله الامارات العربيه المتحده في مراحل حتى ناشئين ومراحل سنيه مع منتخبات اماراتيه على المستوى الوطني. تمشي الكره الثانيه عن طريق الخطير، لاعب رقم 10 النهارده في تشكيله هو اللاعب سيمو، لاعب عنده 28 سنه، هو اللاعب الغيني، اللاعب اللي موجود النهارده في تشكيله فريق نادي عجمان. اذا نادي بنياس بالقوه اللاتينيه بالاسماء الاتيه الجديده بدوافع او المشاركه لهذا النادي عام 88 89 افضل مركز حققه كان مركز الوصيف 2010 2011، بينما افضل مراكز اللي حققها فريق نادي عجمان كان مركز متاخر هو المركز التاسع. لما نادي عجمان عنده القاب الحقيقه مع المدرب عبد الوهاب عبد القادر الموسم الماضي، حصل على كاس المحترفين بالمسمى القديم بعد غياب للبطولات عن هذا النادي دامت لقرابه 22 سنه. 22 سنه عجمان لم يتذوق طعم البطوله، ثم اتى بعد ذلك اتت باقدام اللاعبين وبخبره المدرب عبد الوهاب عبد القادر. ترجع الكره لحارس المرمى الحارس محسن هاشمي، حارس مرمى اتفرجوا عليه امس. انا قلت لحضراتكم من الحراس اللي هيضافوا اضافه كبيره السنه دي مع الحراس الحقيقه اللي بيأدوا اداء كبير في هذا الموسم، الفريق البنياس مع الحارس محسن هاشمي. بينما على الصوره يظهر اللاعب لويس فارينا، لاعب الارجنتيني، لعيب صغير عنده 22 سنه
السنه دي على فكره ملاحظين ان فريق نادي بنياس او معظم انديه الدوله بدات تنزل متوسط الاعمار بتاع اللعيبه المحترفين. انطلاقه الان خطيره ممكن البنياس في الهدف الاول. تمشي كره ثانيه خطيره عن طريق لويس فارينا. فارينا الارجنتيني يقف على كورته الارجنتيني. لويس فارينا يحط الكره لتحت ثاني تمشي عن طريق اللاعب عامر، لاعب المهم جدا والعقل المفكر بالنسبه لبنياس. بينما ياتي اللاعب يوسف جابر وركله مرمى على فريق نادي بنياس. ركله مرمى، ادي ركله المرمى. حكم اللقاء يديها على طول الحكم الحمادي ضمن 37 اسم هيديروا السنه دي الدوري الاماراتي. القائمه الدوليه فيها 9 مساعدين دوليين. هنشوف اللقاء هياخدنا لفين وهيسفر عن ايه. 5 دقائق اولى نقترب اليهم. لا زال التعادل السلبي قائم بلا اهداف هنا في امسيه نادي عجمان مستضيف نادي بنياس. دايما البدايه في الدوري بدايه مهمه جدا، دايما الثلاث نقاط مهمه. نادي الاهلي امس فاز ونادي الوحده فاز، وامس ايضا فريق الزفره خسر امام الامارات 1-3 في معقل الغربيه. وفريق نادي الشارقه الفريق الحقيقه اللي بدا ينال استحسان المحللين والمتابعين انه فرقه كبيره الان اصبحت لها شان ولها قيمه وحاجه من ذكريات نادي الشارقه اللي احنا عرفناه منذ زمن بعيد. يمشي لويس فارينا، عرفناه مع الارجنتين في فارينا. خطيره البنياس، بنياس احسن افضل. هوبا فارينا الهدف الاول عالمي. الله على الدلع بتاع بنياس، يا عيني على دلع نادي بنياس. شوف الهدف الجميل، شوف الربط، شوف الجمله، شوف اول اداء في المباراه هنا تاتي على طول كره جميله. انما في شغل معمول ارجنتيني ممتاز وفي ضغط لنادي بنياس. ثم اول اداء في اللقاء الان هدف متعه ما بعد متعه. اذا لويس فارينا والنكهه الارجنتينيه والاسم ضمن 55 لعيب محترف هذا العام وضمن 14 لاعب من امريكا الجنوبيه. شوف الكره، شوف القيمه. قطع هنا على طول نواف مبارك ثم يضغط نادي بنياس. شوف الضغط الامامي، خطفه الكره، تمركز دفاعي خاطئ جدا من الدفاع. عدى لويس فارينا لاعب الكره في الجبل اليمنى ثم مهاره عاليه جدا ثم وجه قدم فيليه ممتاز. لويس فارينا يسجل اول اداء في المباراه. اذا يسجل لويس فارينا اول اداء في المباراه. هذه الكره ملعوبه على طول لكن في الاخير هنا حكم اللقاء يدي لصالح الفريق البنياس. يمشي عن طريق حارس المرمى. هذه لويس فارينا وهذه المدرب طبعا خورخي دا سيلفا والمدرب عبد الوهاب عبد القادر. المدرب عبد الوهاب عبد القادر بعد خبرة 28 عام يصل به اللقاء النهارده في مبتغى جديد ومنعطف جديد. هو منعطف هذه البطولة ومنعطف أحلام هؤلاء الأطفال الحقيقة بالنسبة لأولادهم، بالنسبة لأبنائهم، عائلات اللاعبين موجودين الحقيقة، بالنسبة لمحترفي الفريقين وأيضا بالنسبة لمحترفي فريق نادي بنياس. يأتي الآن عن طريق الكرة هذه انطلاقة مع 6 دقائق أولى مع انطلاقة الشوط الأول. تمشي الكرة الثانية على طول أمامية لكن في الأخير الكرة إلى رمية التماس. في الأخير الكرة إلى رمية التماس. هذا الخطأ هنا على طول على فريق نادي بنياس عن طريق عبد السلام عامر اللاعب العماني، لاعب صاحب 24 سنة. لويس فارينا 22 سنة وكارلوس مينوز 24 سنة. شوف مقارنة بالموسم الماضي، مقارنة بمحمد أبو تريكة، مقارنة بويلهامسون، مقارنة باللعيبة اللي كان نادي بنياس أتى بيهم وبينهم حضراتكم في 6 عام بالنسبة للاحتراف. متوسط الأعمار لابد أن ينزل الحقيقة من أول جورج وايا ومن أول الأسماء الكبيرة اللي أتت على الدوري الإماراتي. بدأت الأندية الحقيقة تأخذ خبرات كبيرة بينما يظهر على الصورة المدرب عبد الوهاب عبد القادر. على فكرة كان ليه فترة تدريب مع فريق نادي بنياس في مشواره التدريبي هنا. بينما المدرب خورخي دا سيلفا المدرب المتفوق الآن على نادي عجمان والفريق اللي كان عمل نتيجة كبيرة في كأس الخليج العربي 3-1 على مين؟ على نادي العين. يعني في عدم حضرة اللعيبة المحترفين مع نادي العين. ادي محسن الهاشمي حارس المرمى اللي بقول لحضراتكم عليه مميز جدا مع نادي بنياس. محسن الهاشمي. تمشي الكرة الثانية على طول في الجبل اليسرى. التحضير مرة أخرى ثانية عن طريق اللاعب عادل حمادي، لاعب اللي المفروض النهارده موجود كلاعب وورقة في الجبل اليسرى. لعيبة نص ملعب جاسم علي وسيمون، لعيبة بتاعت نادي عجمان. انطلاقة حلوة جدا أحمد إبراهيم ولد لعيب كويس قوي. تمشي الكرة ثانية تسقيطة لكن طويلة. يطلع محسن الهاشمي في تمركز ممتاز للجول كيبر لصالح فريق نادي بنياس.
لا زال التقدم لبنياس، هدف مبكر مع انطلاقه الشوط الاول. الماتش ده على فكره فيه مش اقل من 3 اهداف. المباراه دي هتكون مفتوحه فتحه ممتازه، يحاول يضغط ينطلق عن طريق كارلوس مينوز اللاعب التشيلي. اللاعب التشيلي موجود 4 لعيبه من تشيلي على فكره، والجنسيه الارجنتينيه فيها 6، والجنسيه البرازيليه اكثر جنسيه موجوده في الدوري الاماراتي. 16 لعيب من 55 لعيب اجنبي موجودين في الدوري الاماراتي يحملوا الجنسيه البرازيليه. وادي هنا اللاعب حبوس صالح، وادي عبد الوهاب عبد القادر يسال نفسه، يسال المساعدين. 61 صفقه للعيبه المواطنين هذا العام، الفريق العيناوي ضرباته كانت مداويه، لكن النهارده الاختبار الحقيقي في اول منعطف. ونادي العين طبعا بيسجل انه اول مدرب اقيل الحقيقه هو المدرب فوساتي قبل دخول منعطف الدوري. الاختلاف حصل على طريقه اللعب، على شكل الفرقه، على ان فوساتي عاوز يلعب بشكل وطريقه، والاداره العينويه طبعا يعني يقول لك اسال الطبيب وما تصدقش التحاليل، يعني اسال العليل. لذلك الاداره العينويه رأت ان الامور بدري قوي ممكن يعني يبقى عمليه الطلاق المبكر من فوساتي، ثم بعد ذلك البحث عن مدرب، قد يكون براجا وقد يكون المدرب فولتر زينجا لفتره او محطه معينه. وممكن هناك اسماء مطروحه الحقيقه على اعلى مستوى بالنسبه للفريق الكبير العيناوي. ماتش الشباب النهارده انطلاقه مهمه وانطلاقه كبيره، ان ينطلق بنياس عن طريق نواف مبارك يحط الكره حبوس صالح نواف مبارك خطيره، كره الثاني الله، لكن الكره بعيده عاليه، ركله مرمى. لا واضح ان بنياس احسن، بنياس افضل. وادي النجم نواف مبارك. شوف الكره، جمل المدربين دي يا جماعه، الشغل السريع ده، شغل التيكي تاكا، شغل الكرات الصغيره، شغل الهمسات واللمسات الصغيره، بيبقى فكر مدرب. وادي المدرب الحقيقه، المدرب دا سيلفا، خورخي دا سيلفا، المدرب اللي اكيد طبعا عاوز يعمل لنفسه اسم كبير السنه دي. المدرب خورخي دا سيلفا مدرب اورجواياني، مدرب نادي بنياس، عنده سيره ذاتيه ممتازه مع نادي ديفيستورز سبورتنج الاورجواياني، فاز معاه بطوله الدوري، واشتغل مع نادي النصر السعودي، واشتغل مع نادي جودي كروز الارجنتيني، وعمل بطوله دوري مع نادي بينفيلد الارجنتيني في دوري الابرتورا والكلاوزورا في الدوري الارجنتيني. كان مدرب عنده اسم كويس، خورخي دا سيلفا. تمشي كرة تانية عن طريق البلديات، انطلاقة حلوة عن طريق يوسف جابر لاعب المواطن الدولي الاماراتي السابق، ثم العرضية. بص شوف بنياس بيعمل ايه، كرة التاني، لكن على طول الحارس يطلع ركلة ركنية. حبوس صالح، ادي حبوس صالح لعيب هايل جدا، اللاعب الدولي الاماراتي حبوس صالح، لاعب وزنه ذهب الحقيقة. حبوس صالح، شوف الكرات العرضية، شوف القطع، شوف الخطأ الكبير. غريب جدا الدفاع العجماني، غريبة جدا من عبد السلام، او غريبة جدا من لاعب خلف اسماعيل وعبيد خليفة، غريبة من خلف اسماعيل وعبيد خليفة. فريق نادي عجمان في لعيبة غدرت هذا النادي، وفي لعيبة اخرين قدموا الى هذا النادي. نواف مبارك عرضية، بنياس افضل، احسن، اخطر، اقوى. بنياس لحد الان بيكتب شهادة جديدة بعد 11-12 دقيقة انه الافضل في انطلاقة المباراة، والبداية مهمة جدا، وحمى البداية مهمة جدا بالنسبة لفريق سواء هو نادي عجمان او ايضا فريق نادي بنياس. المساعد موجود، يطلع على طول تاني اللاعب فواز عوانة وعامر عبد الرحمن، الاثنين لعيبه ارتكاز، متحرك جميل جدا. لويس فارينا رقم 10، الرقم الثقيل للنجم الارجنتيني، 22 سنة، معدل نادي بنياس اكبر لعيب محترف في المجموعة اللي موجودة، مع انتظار اللاعب الرابع لسه ما عرفناش اسمه. المعدل كله ما بين 22 و 24 سنة، نقطة اكيد هنقف عندها كتير السنة دي. نواف مبارك يمشي كرة تاني من نواف، عنصر الخبرة، يلعب الكرة على طول تاني مع اللاعب فواز عوانة، يحط الكرة تاني للبرنس، لمهندس العمليات، لنجم المنتخب الاماراتي عامر عبد الرحمن. ولد ممتاز ده، ماكاليلي وكونسيساو، زين الدين زيدان في احلى ايامه، كل دول لعيبه بيحبهم جدا. عامر عبد الرحمن نجم فريق بنياس. لويس فارينا يحاول يلعب مع كارلوس مينوز والعرضيه خطيره، كره الثاني، بنياس خطير بدون اوفسايد. كارلوس مينوز اللاعب التشيلي، ثم في فاول وركله حره مباشره لصالح الفريق العجماني. راجع اللاعب رقم 10 اللاعب سيمون، فاول لصالح اللاعب الغيني، لعيب عنده 28 سنه. بورس كابي لعيب من اللعيبه اللي ايضا كبرت الحقيقه، اللاعب بورس كابي
متوسط اعمار اللعيبه المحترفين لدى لاعبي نادي بنياس اقل بحوالي 4-5 سنوات او 6 سنوات بالنسبه للفريق العجماني. اذا كل دي سطور اول ربع ساعه نقترب اليها اصدقائي الكرام في مواجهه هي مواجهات الاخيره في اللقاءات الاولى او الاسبوع الاول من دوري الخليج العربي. من دوري الخليج العربي، قيمه البطوله، قيمه الاسم، من سيكون صاحب اللقب الاول، كلها اسئله كثيره وعديده. البطوله اللي بدات الحقيقه ترجع مردودات ماديه كبيره جدا في عمليه السبونسر وعمليه الناس اللي الرعاه بالنسبه لهذا الدوري اللي بدا السنه دي الحقيقه بمجموعه ممتازه من اللعيبه المحترفين. لكن في اوف سايد على اللاعب كابي، في اوف سايد على كابي، الهداف التاريخي لنادي عجمان ب 39 هدف، والمساعد الاول على طول يدي الاوف سايد المساعد احمد الشمسي اللي هو المفروض ماسك فراوده الفريق البرتقالي نادي عجمان. ركله حره مباشره على طول. بطوله على فكره كانت شهدت لعيب مدافع يكون هداف للبطوله، انه النجم الكبير خليل غانم طبعا عام 86-87. هي المره الاولى والاخيره على فكره اللي كان فيها مدافع بقيمه المدافعين الكبار يكون هداف للبطوله. كان متساوي مع مين في يومها؟ سبحان الله، خليل غانم كان متساوي مع الاسطوره الاماراتيه عدنان الطلياني موسم 86-87. واحنا بنبحر في سطور الارقام القياسيه بالنسبه لدوري الخليج العربي، وقفنا على ضفاف وشط ممتاز هو شط الاسماء الكبيره اللي مرت على تاريخ هذا النادي. منهم طبعا او تاريخ البطوله بالكامل هو اللاعب السابق طبعا خليل غانم ومبارك غانم، الاسماء التي لا تنسى اطلاقا سواء مع نادي الخليج او مع المنتخب الاماراتي. ركله حره مباشره، يضاف النهارده المدرب احمد عبد الله كرابع مدرب عربي موجود وثالث مدرب مواطن. المدرب العربي من غير جنسيه اماراتيه المدرب الوحيد هو عبد الوهاب عبد القادر، والابقاء واعطاء الثقه بالنسبه للفريق العجماني لهذا المدرب. بينما هناك 3 مدربين يعني يحملوا الجنسيه الاماراتيه، 3 مدربين مواطنين الحقيقه موجودين مع انديه الزفره والامارات وفريق نادي العين لحين اشعار اخر. تمشي الكره تاني على طول يوسف جابر يبحث يوسف، لكن الكره في الاخير الى رمي التماس. كره في الاخير الى رمي التماس. رمي التماس على طول بالنسبه لصالح الفريق البنياسي، والتقدم لبنياس بهدف جميل في جمله جميله نواف مبارك. انما واضح جدا لم ارى اطلاقا نادي عجمان برغم ان احنا متوقعين ان هو يكون اكثر جاهزيه. تمشي على طول الكره تاني في الجبل اليمنى عن طريق محمد راشد احد الاسماء اللي اتت الجديده. يحاول فريق نادي عجمان كره طويله اماميه لكن معاها كره الى رمي التماس. كره ثاني الى رمي التماس. المفروض ان كابي واللاعب يوسف ناصر هما الاثنين الاسترايكر او المهاجمين بتوع نادي عجمان، تحت منهم جاسم علي وسمون لعيبه على الدايره. الطرفين وليد احمد على اليسار ومحمد راشد على اليمين. السند من تحت عادل حماد يسار تحت وليد، واحمد ابراهيم تحت محمد راشد. هي دي تشكيله نادي عجمان على الورق. لما لسه لحد الان الفاعليه والاطراف اللي كان دايما الفريق العجماني يركز عليها كتير الحقيقه في الاخير مش موجود. حكم اللقاء على طول الحمادي. ادي حكم اللقاء السيد الحمادي. رئيس لجنه الحكام محمد عمر كان صرح وقال مع بدايه الموسم بدايه السيزون ان الحكام ايضا هيكونوا نجوم هذا العام. ادي المدافع رقم 6 هنا على طول خلف اسماعيل، على ذكر مبارك او خليل غانم والاسماء الكبيره في الخط الخلفي. هل ممكن نشاهد مدافع هداف في هذا العام؟ هل ممكن يكون هناك جراءه هجوميه؟ هنشوف ونتابع. بنياس من الجبهه اليمين خطير، نواف مبارك حفوظ صالح، لكن تمشي الكره سهله جدا عن طريق حارس المرمى علي ربيع. يلعب علي ربيع على طول هنا في الجبهه اليمنى. المفروض ان ده احمد ابراهيم، كره اماميه طويله من احمد، عرضيه ثاني بورس كابي استلم، شوف استلم ازاي، سابوه يستلم بورس كابي، حط الكره ثاني في اليسار وليد احمد واللاعب عادل حمادي، محاوله تصويبه لكن ضعيفه وحش جدا. الحقيقه فريق نادي عجمان 17 دقيقه. مش هو عجمان اللي فنش الموسم الماضي، لا مش هو نادي عجمان اللي فنش الموسم الماضي. فريق نادي بنياس فارض اسلوب اللعب بتاعه واضح تماما، وفارض ايقاع المباراه زي ما هو عايز. بينما حكم اللقاء يفرض القرار بتبديل لمسار الكره لصالح الفريق العجماني. يدي رمي التماس الحمادي. وهذه الاسماء اللي موجوده النهارده كبدلاء بالنسبه لنادي عجمان: جابر جاسر، اسماعيل محمد، عبد الله احمد، ومحمد زهران، سعيد الكاس النجم الكبير، ومبارك سالم، وعبد الله حسن،
دول المجموعه اللي المدرب عبد الوهاب عبد القادر عامل لها قيد على مقاعد البدلاء. كارلوس مينوز، عامر عبد الرحمن. شكل تاني نادي بنياس لما بيكون الولد ده موجود الحقيقه، شكل تاني لما عامر عبد الرحمن بيكون موجود. مهندس وخلي بالك يعني مش مهندس فقط، لا ده مهندس ومنسق لعب ممتاز في الثلث الامامي، وتحت منه اللاعب فواز عوانه. يبقى النهارده عامر عبد الرحمن هذا المدرب خورخي دا سيلفا مديله حريه في الانطلاق للامام عكس الواجبات اللي واخدها فواز عوانه. يبقى ميزان الجوهرجيه بتاع النادي بنياس موجود فيه فواز عوانه وعامر عبد الرحمن، والخط الخلفي موجود هنا. العمق الدفاعي ملعوب عن طريق اللاعب محمد جابر، لاعب اللي بيغطي خلف يوسف جابر، واللاعب عبد السلام محمد او عبد السلام عامر لاعب العماني اللي بيغطي خلف محمد فوزي. هكذا الرباع الخلفي بالنسبه لهذا النادي. عبد الوهاب عبد القادر مدرب عراقي، عميد المدربين في دوري الخليج العربي، 28 سنه، درب قبل كده الشباب والشرقه وبنياس والخليج واتحاد كلباء، ودرب منتخبات اماراتيه. المدرب الافضل العام الماضي، ده اللي رجع امجاد وذكريات نادي عجمان بعد اكثر من 20 سنه، تحديدا بعد 22 عام بالحصول على لقب الموسم الماضي. دخل ضمن التصنيف ما بينه وبين افضل المدربين الاجانب، وحصل على اللقب المدرب عبد الوهاب عبد القادر. كان قريب منها جدا الدكتور عبد الله مسفر اللي عمل شغل ممتاز مع نادي دبل فجيره، لكن الجائزه راحت الى هذا الرجل عبد الوهاب عبد القادر. كارلوس مينوز نص ملعب، تلت ساعه لعب، انما ما تحسش ان نادي بنياس عنده مشكله في الماتش، ما تحسش ان نادي بنياس عنده مشكله اطلاقا في المباراه. ركب المباراه بلغه الكوره. بوريس كابي، التعادل ممكن يغير مسار لاعيبه نادي عجمان، التعادل هو الحل الوحيد ان ممكن الشكل يتغير تصويبه، لكن بعيده في الاخير الى ركله مرمى. 6 لعيبه لنادي بنياس مقابل 4 لعيبه للفريق البرتقالي نادي عجمان، والفينش والنهايه مش مظبوطه عن طريق محمد راشد. الهاف اليمين على 4-4-2، واللي لعبها بالقدم اليسرى وحشه جدا لصالح محسن الهاشمي. ركله المرمى على طول لصالح محسن الهاشمي، على الخطا على طول ينفذ لصالح الهاشمي، اماميه طويله. ادي بوريس كابي انطلاقه مره ثانيه في الامام، يحاول دايما اللاعب سيمون جاسم علي، 2 لعيبه اللي بتاعت نص ملعب. بدا نادي عجمان يروح ويهاجم على مرمى بنياس، ولكن في دينجرس بلاي طبعا، في كره خطيره يحتسبها حكم اللقاء السيد يعقوب الحمادي. ادي يعقوب الحمادي، النادي الاهلي والنادي يملك الدرع للابد لما حققه في ختام التسعينات على فكره، الهداف التاريخي لبطوله الدوري الاماراتي بكل المسميات عبر التاريخ، هو الجوهره السمراء الاماراتيه فهد خميس، 165 هدف. لم يسبق للاعب الوصول لهذا الرقم، وهو اكثر لاعب حصل على لقب هداف الدوري على فكره، حصل عليها 3 مرات في 3 مواسم، وايضا النجم الكبير اللي حصل على لقب هداف العرب انه فهد خميس. رفع الدرع 6 مرات مع فريق نادي الوصل لعب امس وخسر امام نادي الشارقه في معقل الفريق هناك في زعبيل. النهارده الامور مختلفه تماما في مكان اخر، في منعطف اخر، بوجود اللاعب لويس فارينا. ادي اللاعب لويس فارينا، اللعيبه اللي يبحث عنهم السنه دي طبعا فريق نادي بنياس انه يعملوا فارق. ودي كارلوس مينوز، مخرج بيحاول يجيبهم لحضراتكم عشان نعرف شكلهم، لسه اولاد صغار الحقيقه، منعطف بتاعهم والبدايه ممكن تكون من هذا المكان يذهبوا الى انديه اخرى، والعمليه ما بين اوروبا وما بين هنا الحقيقه بقت قريبه شويه. شوف لعيبه كتيره جدا من بنفيكا ومن انديه ثانيه، وادي المدرب عبد الوهاب عبد القادر بيسترجع كل شريط الذكريات بتاع الخبرات، كيفيه التعامل مع نادي بنياس الافضل. يا سلام عليك يا كارلوس يا مينوز، يا معلم يا معلم يا معلم، علم الله على كارلوس مينوز، والله على لويس فارينا. لا في عيون اختارت يا جماعه، في عيون اختارت لنادي بنياس السنه دي. بصوا شوف كارلوس فارينا، وبصوا شوف غريب جدا الدفاع العجماني، مش ممكن، غريب جدا دفاع نادي عجمان. انما بصوا شوف الراجل بيريح مساحه وزمن ووقت، ولعيبه قاعده تتفرج على كارلوس مينوز. هادي كارلوس مينوز الحقيقه اللاعب اللي يسجل هدف ثاني. اذا اللعيبه المحترفين دي من حارس المرمى. شوف الخطا الكبير في الدفاع العجماني، بص الراجل هيعمل ايه، شمسيه و4 مدافعين تمركز غلط، حتى الاحتجاج ما فيش روح قتاليه اللي احنا عرفناها الموسم الماضي. لا نادي عجمان في اول نصف ساعه لم يعلن عن ذاته، وحتى ما رجعش شريط الذكريات بتاع الموسم الماضي. شوف الهدف الجميل
كتمة الكورة ولا أحلى يعني ولا أحلى ولا أجمل. شوف القلب، شوف الجرينتا، شوف الإصرار، شوف الروح القتالية. وشوف هنا طبعا أحد المؤيدين وأحد البلديات بالنسبة للتشيلي كارلوس مينوز. إذن هدف تاني جميل لنادي بنياس. بنياس متعة، بنياس إبداع، بنياس إمتاع. عجمان بتسديدة لكن تخبط الكرة في الأخير ويمشي حكم اللقاء إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية. يوسف ناصر لاعب الكبير واللاعب الممتع يوسف ناصر، اللاعيبة المحترفين إلى جانب اللاعيبة اللي بيسعى من خلالهم الفريق العجماني إنه ممكن يزود غلة النواحي الهجومية. لحد الآن عجمان مفاجأة غريبة جدا بأداء، لم أتوقع هذا الأداء القليل بالنسبة للفريق العجماني. عجمان ليس هو عجمان الدور الثاني، عجمان الراوند الثاني، عجمان بورس كابي وعجمان عبد الوهاب عبد القادر وعجمان مين وعجمان علي ربيع والحمادي وخلف اسماعيل وعبيد خليفه واحمد ابراهيم وجاسم وسيمون وراشد وليد احمد والكابي ويوسف ناصر. شوف الاسماء الكبيره حتى برغم الاسماء اللي وجدت النهارده وتواجدت، انما الفريق البنياسي مفاجاه ال 25 دقيقه. لمسه يد هنا اعتقد هاند بول وانذار، انذار في الدقائق ال 25 الاولى. يدي الحمادي انذار نتيجه ان المدافع ما توقعش الكوره كويس، ونتيجه برضه التهور او الخطا او الاهمال على اللاعب رقم 13 عبد السلام عامر اللاعب العماني. إذا في لمسة يد ركلة حرة مباشرة. نادي عجمان فريق يقدر يرجع المباراة بكتير وبسرعة، لكن الهاشمي يطلع بالبوكس. الهاشمي هيلعب دور كبير مع نادي بنياس السنة دي. اللاعب محسن هاشمي جول كيبر، اللاعب اللي حصل على أفضل لاعب في البطولة الدولية اللي كان نظمها نادي بنياس في شهر رمضان الكريم الماضي. بنياس عمل فترة إعداد، بنياس اختار لعيبة أجانب واضح جدا هيصنعوا فارق وفوارق هذا الموسم. تمشي الكرة الثانية على طول لكن في اوف سايد على كارلوس مينوز. اوف سايد على اللاعب كارلوس مينوز. لا زالت الامور ممكنه، لا زالت الاحلام ممكنه، والفريق البنياسي موجود. كارلوس مينوز مهاجم تشيلي، لاعب اللي لعب مع منتخب بلاده 8 مباريات دوليه مع منتخب تشيلي، لاعب اللي سجل هدف ثاني ممتاز. نادي بنياس تعاقد معاه من نادي كولو احد اشهر الانديه، النادي اللي بيحتل الترتيب اعتقد ال10 او ال11 الان في الدوري التشيلي. اخر احصائيه كنا شفناها في لقاء اسبانيا، اللقاء اللي كان منقل عبر قنوات ابو ظبي الرياضيه ما بين اسبانيا وتشيلي هناك في سويسرا في جنيف. تمشي على طول الكره الثانيه سريه عن طريق اللاعب رقم 10 لويس فارينا يرجع الكره ثاني. نواف مبارك هيسقطها هناك، مش ممكن. بنياس يتلاعب، يجيبها شمال يجيبها يمين. فريق بنياس بيلعب هاندبول ولا ايه؟ مش ممكن. شوف الكوره، شوف تصويته، كره الثالث، يا نهار ابيض. لكن المره دي سهله عند حارس المرمى الحارس علي ربيع. ادي اللاعب حبوس صالح لاعب المنتخب الاماراتي واللاعب اللي كان متوج في اخر بطولات كاس الخليج على مستوى الفريق الاول. كره خطيره، مشاكل كبيره، خط دفاع يعني ضايع تايه بالنسبه لنادي عجمان. خط دفاع عنوانه تايه ضايع. يا اما امكانيات لويس فارينا وكارلوس مينوز امكانياتهم اعلى بكتير من امكانيات الخط الرباعي الخلفي. في مشاكل عند الحمادي وخلف اسماعيل وعبيد خليفه واحمد ابراهيم. اول حاجه في عمليه المراقبه، ثاني حاجه في عمليه الضغط، ثالث حاجه في عمليه التغطيه العكسيه، رابع حاجه في عمليه ان هو يربط ما بين الخط وسط الملعب ما بين جاسم علي وسيمون واللاعب وليد احمد ومحمد راشد. المسانده ما بتجيش في ميعادها، والتوقيت والتايمنج والميعاد بالنسبه لنادي عجمان يعني لم ياتي لحد الان. 27 دقيقة نادي عجماني يفاجئ الجميع بما فيهم معلق اللقاء بأداء لا أتوقعه شخصيا. والفريق البنياسي بالمؤشرات وبالتعاقدات وبالصفقات وبإمكانيات اللعيبة الجدد صانع الفارق والفوارق. يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، مش ممكن. لويس فارينا ده ايه؟ حلواني يعني ماشي بيقطع في حاجات حلوه وهو ماشي بيقطع يعني شمال ويمين مفيش مشكله. يضغط تاني، شوف سايد خطيره، كره الثالث ممكن. عامر عبد الرحمن الثالث يضغط حبوس صالح. بص شوف الخط الخلفي بتاع عجمان واقف ازاي، مش ممكن. غريبه، هوبا الثالث، لا يضغط بنياس تاني، مش ممكن. دراما كره القدم، متعه كره القدم للفريق البنياسي. في اول نصف ساعه بنياس يبعت رساله شديده اللهجه انه حتى في الشمخه في اي مكان، وهنا الحقيقه في معقل نادي عجمان 2-0. صدق او لا تصدق الحقيقه، برغم انه ايضا ضاعت منه اهداف،
انما لويس فارينا وكارلوس مينوز ورجوع عامر عبد الرحمن وفوقان نواف مبارك وقيمه حبوس صالح وعظمه وروعه وقامه فواز عوانه في نص الملعب وتمركز على شكل فلات من محمد فوزي وعبد السلام عامر ومحمد جابر ويوسف جابر مع قائد الاوركسترا الحارس محسن الهاشمي. كل هذه الاسماء كان ليها دور كبير في الحصول على نتيجه 2-0 بعد 28 دقيقه لعب. يمشي على طول الكره تاني في اليسار، محمد راشد يسلم الكره تاني على طول يمينيه عن طريق اللاعب احمد ابراهيم، عرضيه عكسيه لكن في الاخير الكره تمشي الى رمي التماس. 4-2-3-1 نادي بنياس بيلعب 4-2-3-1 بينما فريق نادي عجمان 4-4-2 صريحه جدا كلاسيكيه جدا بدون دهاء بدون خبز بدون تبديل للبوزيشن بدون مشتقات بدون تغييرات بدون تبديلات بدون حلول، لكن في الاخير يتقدم الفريق البنياس 2-0 في نصف ساعه يقترب اليها عمر اللقاء. وفريق بنياس لحد الان هو الافضل هو الاحسن هو يعني الاقيم في الاداء بشكل عام. مكسب كبير اعتقد لويس فارينا وكارلوس مينوز. كرة على طول اماميه في اوفسايد. في اوفسايد المساعد الاول احمد الشمسي يعطي على اللاعب بوريس كابي. اذا التمويل بتاع نص الملعب في مشاكل في نص الملعب وفي اوفسايد ثاني او ثالث مره يقع فيها الاوفسايد اللاعب بوريس كابي. هل اللعيبه دي ممكن تكون خلصت مع نادي عجمان؟ هل عجمان من بدايه اليوم النهارده هل هذا شكل الفريق ممكن يبعث رساله خطيره؟ لما شفنا نادي الشارقه امام نادي الجزيره في بطوله كاس المحترفين عرفنا ان النادي دعم الفريق بمجموعه ممتازه من اللعيبه المحترفين. لا لحد الان بقول ان هم من افضل واقيم اللعيبه المحترفين وهيكون لهم دور السنه دي لو لعبوا نفس الدور في مباراه الجزيره وفي لقاء نادي الوصل ايضا محترفي نادي الشارقه. النهارده ايضا بنتفاجئ بمحترفين جدد هو اللاعب لويس فارينا الارجنتيني وكارلوس مينوز اللاعب التشيلي. واحد عنده 22 سنه وفارينا الارجنتيني والثاني عنده 24 سنه هو اللاعب كارلوس مينوز. والمدافع بتاع القلب عبد السلام عامر اللاعب العماني لعيب يملك من العمر 24 سنه. اذا نادي بنياس غير نهج الاختيار بتاع اللعيب المحترف ونزل كتير جدا على فكره في متوسط الاعمار بالنسبه للعيبه المحترفين. لا يعتمد الان على اللعيبه يعني اللي بعد ال30 وانت طالع، انما المعدل اختلف فاختلف الاداء واختلف الشكل واختلف الذوق واختلفت الاهداف. يضغط عجمان يختلف الان تاني، لكن ادي قيمه محسن الهاشمي. مكسب كبير ما شاء الله الولد ده على فكره لنادي بنياس. مكسب كبير الجول كيبر. الفرق الكبيره الفرق اللي عاوزه تبقى بتاعت بطوله القيمه الكبيره لابد يكون عندك حارس مرمى كويس، حارس مرمى سوبر، وعندك واحد على البنج برضه سوبر الحقيقه من حراس مرمى الكبار زي ما شفنا نادي الجزيره البطوله اللي كان عملها والاسم وتدعيم المنتخب الوطني بالحراس لما كان عنده قيمه كبيره مع الخسيف وعيسى والمجموعه دي الحقيقه في حراسه المرمى. تمشي الكره ثاني على طول بالنسبه لنادي عجمان. لم ارى اطلاقا بطء في اداء عجمان مثل ما رايته في وحده ديالاب. البطء شديد جدا، التحضير بطيء جدا. نادي بنياس عنده ديناميكيه، عنده حركه، عنده استراتيجيه، عنده جرينتا، عنده روح، عنده دوافع، عنده اسباب كتيره اتكلم عليها سيد التحليل الحقيقه في بدايه الماتش واتكلمنا عليها مع حضراتكم باستفاضه بعد 32 دقيقه لعب. على طول تاني احمد ابراهيم مدافع الايمن اللي بقول لحضراتكم عليه الكي بلاير او مفتاح اللعب بالنسبه للفريق العجماني. تمشي الكره تاني على طول في الامام. ادي التحضير مره ثانيه عن طريق لاعب يوسف ناصر، لاعب اللي بيبحث عنه طبعا نادي عجمان الحقيقه انه يعمل شكل هجومي في الشق الهجومي في الثلث الامامي الفريق العجماني. لاعب بوريس كابي النهارده غياب ادريس فتوحي اكيد طبعا غياب مؤثر جدا. اللاعب الوداد البيضاوي والنجم المغربي الكبير واللاعب المهم جدا الحقيقه ولاعب نادي الستريس الفرنسي واللاعب اللي كان شارك في اولمبياد لندن. مجموعه ممتازه من لاعب المنتخب المغرب لاعب ادريس فتوحي. بينما سيمون اللاعب الغيني لسه ما اداش كتير 28 سنه للاعب سيمون و32 سنه لبوريس كابي ويضغط الفريق العجماني تاني. محاوله مره اخرى تاني لكن يطلع اللاعب رقم 8 محمد فوزي. بعدها تمشي الكوره الى رمي التماس على فريق نادي بنياس. شوف اللاعب يوسف جابر ودي التغطيه العكسيه اللي قلت لحضراتكم عليها بيفتقدها مجموعه كبيره من الاربعه المدافعين بتوع نادي عجمان. تمشي الكره تاني على الارض تاني تحضير
هذا التحضير من محمد راشد، يحضر عشان الكروس باس، يشتغلوا على بورس كابي، دايما بيسجل اهداف كتيره بالراس. يا عيني عليك نواف مبارك، يرقص ترقيصه حلوه، تمشي كره ثانيه في قلب الدفاع عن طريق اللاعب خلف اسماعيل مره، وعن طريق عبيد خليفه. المره دي اماميه جاسم علي، لعيب عنده خبره، تمشي كره ثانيه خطيره في اوفسايد، مش اوفسايد، هوبا اوفسايد. اوفسايد رابع على بورس كابي، الاوفسايد الرابع في نص ساعه. المساعد احمد الشمسي ظابط الايقاع تمام. شوف لحظه لعب الكره، ادي اللحظه وادي القدم، يعني لحظه ايه مش ممكن، حاله يعني حاله خاصه، حاله سبيشال كيس الحقيقه ممتازه من المساعد احمد الشمسي، لان رجل اللاعب بورس كابي متقدمه عن ثاني اخر مدافع، وادى اوفسايد رابع على بورس كابي. المهاجم لما يقع في الاوفسايد كتير، اي مدرب كده بالابجديه بتاعت كره القدم تبقى اللياقه الذهنيه والتركيز بتاعه قليل شويه، وعنده سرحان ونوع من التوهان في عمليه التمركز مع ثاني اخر مدافع، لان بورس كابي وقع 4 مرات. ممكن يسال عنه لعيب نص ملعب او لعيبه اللي بتعمل اسيست، اتعملت حلوه، بدا يهاجم نادي عجمان، بدانا نشوف عجمان شكل ثاني، كره عرضيه خطيره، لكن مره ثانيه رمي التماس، مره ثانيه رمي التماس من الجبل اليسرى، رمي التماس من الجبل اليسرى. وادي عبد الوهاب عبد القادر، من ضيع في التدريب عمره، مدرب اللي نهى حياته كلاعب كوره بدري جدا، واللعيب اللي اختار من دوله الامارات العربيه المتحده كبدايه ومحطه كبيره، خلاص يعني حياته كلها اشتغل كله في مهنه صعبه جدا، مهنه التدريب. يضغط على طول عجمان، خطيره، محاوله عرضيه خطيره يا ولد، بص شوف الهاشمي، بص شوف الهاشمي، يا عيني عليك يا هاشمي، يا عيني عليك يا هاشمي، يا هاشمي يا هاشمي، العنكبوت، الحارس العنكبوتي، الحارس اللي ممكن نديله لقب بالفالتر زنجا لما كان احد نجوم الانتر في 13 سنه، وكان نجم مع لاتزوري. محاوله على طول ثاني تصويبه، لكن في الاخير الكوره الى ركله المرمى عن طريق المدافع رقم 18 احمد ابراهيم. هو اللعيب الوحيد اللي عنده شخصيه الهجوم، وهو يمكن اللعيب الوحيد اللي بارز شويه مع بورس كابي. ما دون ذلك مجموعه كبيره من لعيبه نادي عجمان الحقيقه لم تؤدي بالشكل المطلوب في هذا المساء. هل ممكن يكون قيمه وقامه نادي البنياس افضل؟ هل ممكن يكون المدرب خورخي دا سيلفا ارى نادي عجمان افضل؟ ضيق عليهم المساحات وصعب عليهم مأمورية اللقاء. هل ممكن يكون اداء لاعب لويس فارينا وكارلوس مينوز لعيبه صنعت الفارق والفوارق في هذا اللقاء، ام ممكن تكون هناك اسباب اخرى ممكن نعيش معاها مع الاستوديو التحليلي في ماتش اليوم؟ حكم اللقاء الحمادي بيطلب الكره تكون ثابته، امر طبيعي جدا، لابد الكره تنفذ من وضع الثبات التام الكامل. يمشي على طول الكره خلف اسماعيل، يلعب الكره مع عبيد خليفه، لاعب اللي بيغطي خلف اللاعب عادل الحمادي، يطلع الحمادي لليسار. واضح ان نادي عجمان بيلعب اكتر لعبه من الجبهه اليمنى، والجبهه اللي فيها اللاعب الحمادي وليد احمد جبهه يعتبر شبه معطله تماما في ماتش اليوم. على طول تاني جاسم علي، لعيب عنده خبره ممتازه جدا عن طريق بورس كابي، كابي اماميه، استلام مع تسلم جميل من كابي، لكن يضغط عليه تاني الدفاع، مدافع البنياسي على طول لبره، خطيره جدا، لكن يطلع الهاشمي تاني، يطلع الجول كيبر محسن هاشمي. النهارده ممكن جايزه افضل لاعب لواحد من يسجله، ولا ممكن الجول كيبر يلعب دور. لسه الماتش فيه حوارات كتيره، الجمهور العجماني بدا يزيد هنا في ملعب اللقاء على امل الرجوع لمباراه حتى بالتعادل 2-2. قلت لحضراتكم الماتش ده مفتوح، وفي مش اقل من هدف ثاني او هدفين قبل نهايه ال 90 دقيقه. تمشي على طول الكره اماميه، محاوله ثاني لعجمان ما ربطش معاه، تمشي الكره في الاخير الى ركله مرمى. ده اللاعب سيمون، اللاعب الغيني، لاعب عنده 28 سنه. اللاعب سيمون مشواره كان بدأه مع نادي نيس الفرنسي في مقاطعه جميله في بلد جميله هناك في فرنسا. في الامارات لعب لاتحاد كلبه، ولعب لنادي دبي امس خسر مع النادي الاهلي، قبل ان ينتقل بقى لنادي عجمان الموسم ل6 اهداف في الدوري فقط لا غير اللاعب سيمون. اذا تقدم واضح جدا بالنسبه لفريق نادي بنياس قبل اقترابنا الى 40 دقيقه لعب مع انطلاقه احداث الشوط الاول. الاداء اللي فيه حركه، اللي فيه ديناميكيه، الجبهه اليمنى تبادل الادوار، الاداء الواضح جدا من خورخي دا سيلفا، واضح جدا فارق الامكانيات بالنسبه لبنياس. واضح ان فريق نادي عجمان يعني بدا المباراه بعنوان اسلم بالمكتوب، يعني ورطه اباد خسران 2-0. لعل وعسى الدوافع بقى والشحن بتاع عبد الوهاب عبد القادر وخبره وسنوات هذا الرجل ترجع نادي عجمان. محتاج يقعد مع اللعيبه الحقيقه، لا صعب عجمان في ال8 دقائق الاخيره
ممكن يغير شكل المباراه وبدايه الماتش النهارده الحقيقه، الله اعلم. انما المباراه فيها تغييرات ممكن. تلقى على طول تاني في الامام عن طريق الثلث الامامي، يبحث عن اللاعب يوسف نصر، لعيب كبير على فكره. لاعب يوسف نصر من اللعيبه الممتازه الحقيقه. اللاعب يوسف نصر لاعب من اللعيبه المهمه قوي الحقيقه في تشكيله فريق نادي عجمان، وممكن يلعب دور كبير مع اللاعب بوريس كابي. انما لسه لحد الان ما حدش شغاله الحقيقه، لسه لحد الان ما حدش شغاله. يمشي عن طريق اللاعب محسن الهاشمي، محتاج واحد يضغط عليه عشان يشغل الكره لقدام. اللاعب محسن الهاشمي. انطلاقه مره ثانيه لصالح نادي بنياس. 38 دقيقه اصدقائي الكرام، لا زال التقدم لصالح نادي بنياس 2-0. اهم حاجه في لقاء اليوم ان نادي بنياس نزل متوسط اعمار لاعبته ما بين ال 22 وال 24 سنه، يعني عكس الموسم الماضي بالكامل. عكس الموسم الماضي بالكامل كان معظم اللعيبه كله فوق الثلاثينات. بالنسبه لنادي حصل على بطوله الانديه الخليجيه، ونادي يبحث هذا العام مع المدرب خورخي دا سيلفا انه يذهب بعيدا في دوري الخليج العربي. في دوري الخليج العربي، دوري خليج العروبه، ارتباط المسابقه بمعنى كبير واسم كبير وضفاف عزيز على العرب جميعا وعلى منطقه الخليج بشكل خاص، ومن ارتبطت به لجنه المحترفين هذا العام. وبدات البطوله باسماء جديده على المستوى الاحترافي خطيره. محاوله ثانيه لكن حارس المرمى يطلع مشكله. ده النهارده على فكره نادي عجمان لو فضل على هذا المنوال ممكن ياخد نتيجه ثقيله. يعني لازم عجمان يحرك نفسه شويه، يعني يدلع نفسه كره قدم اكتر، انما في بطء شديد جدا. الاربعه اللي ورا دول ما حدش فيهم بيتحرك خالص يا جماعه. الاربعه اللي في الخط الخلفي بالنسبه لنادي عجمان، الحمادي وخلف اسماعيل وعبيد خليفه، اللهم ان احمد ابراهيم يعني شويه، انما في بطء وتراجع شديد بالنسبه لنادي عجمان. بالنسبه لنادي عجمان تمشي على طول محمد راشد اماميه الكره تاني بوريس كابي، ايد لوحدها مش هتسقف ابدا. واضح فروق الامكانيات، واضح فروق القدرات، واضح ان ال40 دقيقه الاولى من عمر هذه المباراه عنوانها بنياس، وما دون ذلك لا يتواجد في ال40 دقيقه. جمهور اللي حضر المباراه النهارده، جمهور ايضا حضر من بنياس، اتى من الشمخه، مدينه الجميله والبلد اللي فيها عدد تعداد سكاني كبير. والحقيقه مطلوب دايما من نادي بنياس انه يكون موجود. والكلام اللي قلت لحضراتكم عليه ان بنياس بعد 2008 مختلف تماما، مختلف في شكله، في مضمونه، في نكهته، في امكانياته، في قدراته، وبدا يغير الجغرافيا والتاريخ والمعطيات والبراهين. عامر عبد الرحمن، حبوس صالح، يا عيني بص الترقيص بالتليفون، الترقيص بالتليفون، نواف مبارك، الله لكن ركله مرمى. مش ممكن بنياس، مش ممكن بنياس. اداء برازيلي، اداء امريكا الجنوبيه. بص 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 البصمات، بص حبوس صالح، يا حلاوتك يا حلاوتك يا حبوش. انما نواف مبارك لو ما كانش السكه دي جت كان جاي جول. بص هنا وقع بقى، هنا التوازن بتاعه اختل، ثم لما يحصل التوازن اختل التنفيذ اكيد، والنهايه في الفينش مش هتكون كويسه. وادي الحارس علي ربيع، هو الان تكون النتيجه كبيره والسكور يكون عالي. تمشي الكره الثانيه بوريس كابي. خلي بال حضراتكم 2-0 برضه مع مدرب كبير عنده خبرات زي عبد الوهاب عبد القادر، ممكن يغير شويه من ايقاع اللقاء في الهاف تايم الثاني. انما هل بدلاء فريق نادي عجمان تقدر تغير الايقاع؟ الله اعلم. معاهم جابر جاسم، معاهم اسماعيل محمد، عبد الله احمد، محمد زهران، سعيد الكاس، مبارك سالم، عبد الله حسن. عبد الله حسن، دول المجموعه اللي موجوده مع فريق نادي عجمان. لعب الكره على طول عكسيه، لمسه ولعبه جميله، ولد كويس على فكره يا راشد، محمد راشد، عرضيه راشد لكن عاليه جدا، عاليه جدا جدا جدا، يعني عاليه بشكل كبير، عاليه بشكل مبالغ فيه، يعني لا كابي ولا غيره، يعني عايزه ناس من لعيبه الباسكت الامريكي يعني عشان يلحقها كمان. تمشي الكره ثاني على طول اماميه، تحضير مره اخرى ثاني عن طريق وليد احمد، جاب وليد احمد هنا، جاب وليد احمد هنا على طول الهاب الشمال اللي المفروض هو في الناحيه اليسرى. نادي عجمان تحس انه بيلعب في نوع من اللخبطه، ما تحسش ان عجمان ليه شكل، ما تحسش انه عجمان بتاع الدور الثاني بتاع الموسم الماضي، ما تحسش ان عجمان ولا ماتش بتاع الموسم الماضي. عجمان في شوط المباراه الاول باكثر من علامه استفهام، هل ممكن يكون بتفوق اداء نادي بنياس ظهر نادي عجمان بهذا الشكل، ام ممكن يكون بتغير اخر؟ الله اعلم. بعد 42 43 دقيقه لعب، نادي بنياس هو الافضل في كل شيء، افضل في الحركه، افضل في التغييرات، افضل في قراءه المدرب للمباراه، افضل في تمركز اللعيبه، افضل لقيمه اللعيبه المحترفين، افضل في نزول متوسط اعمار المحترفين. خطيره جدا لبنياس، يضغط عجمان تصويبه لكن تخبط ثاني في الدفاع،
في اللاعب رقم 13 عبد السلام عامر، لاعب العماني، لاعب العروبه العماني، واللاعب اللي معار لسنه. لاعب ايضا لويس فارينا معار سنه، واللاعب لاعب نادي كولو كولو اللاعب كارلوس مينوز من الاسماء الجديده. نادي بنياس على فكره برضه بيشتغل دلوقتي على لعيب اجنبي رابع هيكون قيمه كبيره. ده واضح الحقيقه فكر اداره نادي بنياس، فكر الحصول على البطولات والالقاب. نادي بنياس دخل جو البطولات بعد بطوله الانديه الخليجيه، الحقيقه البطوله اللي حصل عليها بقوه وباصرار كبير وبدعم كبير جدا من ادارته ورئاسته الحقيقه على اعلى مستوى، وبدا يظهر النادي بشكل اخر في موسم 2013 اهو في 2014 بدايه موفقه جدا لنادي بنياس. تمشي الكره على الارض الثاني عن طريق سيمون، مره ثانيه على طول الى اللاعب خلف اسماعيل او اللاعب عبيد خليفه اللي بيغطي الناحيه اليسرى، خلف اللاعب عبيد خليفه، عبيد خليفه. نادي عجمان في لعيبه مشيت منه، نادي عجمان في لعيبه تركت هذا النادي. تمشي كره ثانيه على الارض، الوصل لسه يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز المتتالي. هنشوف هل ممكن السنه دي يتكسر هذا الرقم. 12 مباراه متتاليه لنادي الوصل. الوصل في ارقام ومعطيات وتاريخ وبطوله ل 39 بطوله سابقه، وهذا اللقب واللقب رقم 40 والمسابقه رقم 40. نادي الوصل يملك ارقام قياسيه وكبيره جدا. يا ترى الوصل رايح لفين؟ يا ترى الوصل السنه دي هيروح لانهي مكان في ضفاف دوري الخليج العربي؟ هل ممكن يكون على البر، ولا ممكن يغوص في الاعماق، ولا ممكن يتواجد في بحر الخليج العربي برقم جديد وباسم جديد وتكون حمى البدايه امام الشارقه؟ يعني سحابه صيف وعدت، الله اعلم. تمشي الكره تاني في اليسار بالنسبه للفريق الكبير. يا عيني ده مش ممكن. ايه ده الولد رقم 10 ده؟ ايه الولد رقم 10 ده؟ لويس فارينا ده مش ممكن يا ولد، عاوز يوديها العش بتاع الدبابير. ممتازه لويس فارينا. لا هو ده الكلام، هي دي المحترفين ولا بلاش. اديله بص شوف اللاعب لويس فارينا عدى الكرة منين؟ من اللوز بتاعت اللعيب. شوف المهارة العالية وعاوز يسقط الكرة بليسنج، لكن في الاخير الكرة الى ركلة المرمى. نادي بنياس يقدم 45 دقيقة وهذا الرجل يسترجع 28 سنة سابقة. مخرج اللقاء على طول هنا سواء سعيد داوود او الاصدقاء الكبار اللي بيتابعوا المباراه وبيخرجوا اللقاء، يجيب المدرب عبد الوهاب عبد القادر في لحظه البحث والسعي عن خبرات كبيره لقرابه ربع قرن وما اكثر في هذا اللقاء. يا ترى شكل عجمان هيمشي السنه دي كده، ولا الشوط الثاني عبد الوهاب عبد القادر هيغير هذا الفريق، ولا البدلاء اللي موجودين على مقاعد البدلاء لو فك القيد بتاعهم هيتغيروا، ولا نادي بنياس هيكون رقم صعب واللعيبه المحترفين هتلعب دور كبير، وحتى الاسماء على المستوى المواطنين هيكونوا دور كبير. عموما الشوط الاول في اجواء جميله بالنسبه لبنياس. نادي عجمان لم يظهر بالصوره المتوقعه منه. اصدقائي الكرام نامل ونتمنى ان شاء الله الشوط الثاني تكون المباراه اثارتها افضل واحسن واقوى الحقيقه. ان شاء الله فاصل قصير وننتقل من جديد للزميل العزيز محمد الصعري على مستوى التقديم والكباتن الكبار، كابتن عبد الرحمن الحداد نجم الكره الاماراتيه ونجم نادي الشارقه، والكابتن خلف اسماعيل احد النجوم الكبار ان شاء الله، بعد فاصل قصير ثم نلتقي ان شاء الله من جديد مع الشوط الثاني. تحياتي عصام عبده من هنا من استاد نادي عجمان.